رمضان جانا يا عم. صبح على كل راجل جدع. انا صايم والله وبكتب السكريبت ده عشان يتشهر عادي جدا، فمش عشان حد يعني. فبهزر. فلعل الفيديو ده يعني في ميزان حسناتي، يعني انا عارف والله عارف الفيديو ده متاخر جدا، احنا في 13 رمضان بس. يعني المرقعه الصراحه، يعني انا كنت بتمرقع يعني الصراحه اهو. فالحلقه دي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجات وكتب لازم تقراهم وتعملهم في رمضان. عارف برضه هقول تاني متاخره، بس اعمل ايه طيب؟ فايه، روق عليا، اعمل لايك سبسكرايب وتعالى نتكلم في الموضوع. الحلقة دي هنتكلم عن 5 كتب تفيدك في الجو الرمضاني الجميل ده، كتب دينية بقى، عامل لك كوليكشن من كتب بوم البوم يعني. فكل سنة وانتم طيبين وبينا على الموضوع على طول. أول حاجة أول كتاب هو لإنك الله، أو بعنوان لإنك الله رحلة إلى السماء السابعة. يا اسطى بجد ده الكتاب ده لمسني يا اسطى، الكتاب ده مؤثر فشخ، فكتاب انصحك جدا بقرايته في رمضان، لأنه من الكتب اللي هي بتزود شعورك بالله عز وجل. فبجد يا اسطى لازم تقرا. نبذة عن الكتاب. فالكتاب ببساطة بيتكلم عن أسماء الله الحسنى وإيه معناها، وإزاي تعيش معنى الاسم ده في حياتك، إزاي فعلا تفهم الاسم ده وإزاي تستشعره كده. والله أنا مش عارف أوصف جمال الكتاب، بس بجد بجد لازم تقراه. تاني كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. تقلقش، ده مش أبي يوسف اللي كاتب الكتاب، ده ابن القيم، فمش محتاج أقول حاجة تانية، يعني ابن القيم صباح الفل. كتاب يا اسطى بجد هيفيدك في دينك. أنا للأسف ما قريتوش كله، بس بإذن الله ناوي رمضان ده، يعني اللي هو في نص رمضان بس بقول رمضان. فانت بجد اسمع على مسمى الجواب الكافي او الداء والدواء، بيتسمى كده وكده يعني. قول ايه نبذه عن الكتاب. الكتاب ببساطه يا اسطى بيحكي عن النفس البشريه، وازاي ان هي ممكن ساعات تكون اماره بالسوء، فهو بيقول لك بقى ازاي تقاومها، ازاي بيقول لك بقى مداخل الشيطان، وازاي تهذب نفسك على طريقه اسلاميه صحيحه. في يا اسطى بجد اقراه، كتاب حلو، وما تفتكرش مثلا عشان كتاب قديم فهيبقى صعب وبتاع، نهائي يا اسطى كتاب بسيط جدا، لو قريته هتفهمه يعني، وموجود PDF مجاني، فما عندكش حاجه انك ما تقراهوش، فاقرا حتى لو فصل منه يا اسطى بجد هيفيدك. تالت حاجه، ودي هتبقى حاجه يعني مش كتاب، او هيبقى كتاب، بص هتفهم. تالت حاجه القرآن الكريم. أنا عارف إنها حاجة بديهية والنقطة دي مش محسوبة في العدد، بس أنا عايز أقول حاجة لعلها تفيد حد، يعني إن أنت لازم تقرأ قرآن في رمضان يا اسطى. وبص أنت حتى لو بتكسل بجد يا اسطى اقرأ صفحة كل يوم وواظب عليها، لأن للأسف الواحد في أول رمضان بيبقى فاكر نفسه المطرشم اللي هو يختم القرآن في قعدة واحدة، وفي الآخر بتقعد تقضيها كنافة، فاهم؟ فيا اسطى يعني زي ما قال رسولنا الكريم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهدى، انت مش المطرشم، مش لازم تخلص 5 اجزاء وانت قاعد. طبعا انت لو بتعمل كده حلو، انا مش بقول لك بطل يعني، صباح الفل، انت فاهمني، فاهم يعني ايه، تخلينيش بوز اوعى. فتاني نقطه احب اتكلم فيها ان للاسف في ناس بتقرا القران لاجل انها بتقرا القران، ده حلو، انا مش بقول حاجه، انت بتاخد الثواب على ده. انا بتكلم بس عن حته انك تحاول تتدبر الكلام ده، يعني هتستفاد بيه جدا يا اسطى، زائد ليك ثواب مضاعف اكيد يعني. فتلخيصا، انت لو شخص بتكسل وعايز تبقى احسن، ابدا اقرا صفحه حتى. لو انت الحمد لله بتقرا، اقرا بتدبر وافهم العبره من الايه. ثالث كتاب العادات الذريه. الكتاب ده انا مرشحه ليه؟ عشان انا حر. دي قناتي لا مؤاخذه. تاني حاجه لان انت لو عايز ولا مؤاخذه تبطل عاده، يعني كعاده كده، عاده كده فاهم، وحابب تبطلها بمناسبه الشهر الكريم، فيعني هتلاقي الحل في الكتاب ده. ولو عايز برضو تبني عادة كويسة تقدر برضو من خلال الكتاب ده. لو انت بتتمرقع، عايز اقول حاجة تانية بس انا في رمضان يعني، فعيب تخليها بتتمرقع، فرشح لك ملخص لعمي وعم عيالي، يعني علي محمد علي في سلسلة علي وكتاب، عامل ملخص يا اسطى مطرشم. الراجل ده يا جدعان جامد قوي، يعني اتمنى اقعد معاه في يوم يعني، فروح اتفرج عليه، ولو افتكرت احط لينك يعني الحلقة في الديسكريبشن. رابع حاجة هتبقى حاجة اسمها بودكاستات يا اسطى. البودكاستات يا اسطى بجد انا مبسوط فشخ انها بقت ترند بعد المرقعه بتاعت الشورتس دي. فيا اسطى اسمع بودكاستات ديني بجد يا اسطى، في حاجات هتفيدك. لو انت شخص مش اللي بيحبوا يسمعوا البودكاستات، فبجد يا اسطى انت لازم تحبها يعني. عارف ليه؟ عشان انا اللي قلت عادي يعني. انت لو مش بتحب البودكاست، خدت بالك من الاس الجامعه يا صباح الطايفه. المهم ان البودكاستات، نرجع للغه الشعبوليه بقى، البودكاستات يا اسطى مفيده فشخ بجد يا اسطى، يعني مفيده قوي، بالذات احنا في الشهر الكريم يعني، فيعني لازم تسمع بودكاستات دينيه. فحبه ترشيحات للبودكاستات كده على السريع: بودكاست وعي طبعا للاستاذ احمد عامر، ومش المغني يا فاسق يا فجر. تاني واحد ارشح لك فشخ
بودكاست ايه المشكله لامير منير والشيخ محمد الغليظ، مع انه مش غليظ خالص يعني، ده عسليه. بهزر والله يا شيخنا بهزر. فبرضه بودكاست احمد العربي تذوق العبادات، اسلوبه جامد فشخ، وانصحك بحلقتين تشوفهم. اول حاجه حلقه تذوق الصلاه وتذوق القران. كل اللينكات دي يعني لو افتكرت وانا بقى منتج ولو ما كسلتش يعني وانا بنزل حلقه هحط الحاجات دي في الديسكربشن يعني. وايه، فلو وصلت لين اعمل لايك وسبسكرايب. محتوى فاجر والله، انا بس بتمرقع اليومين دول. بس يعني باذن الله يعني في حلقه من غير وش جايه عن حنيكه المثقفين، فيعني لو حابب تشوف حاجه زي دي او مش حابب اعمل لايك برضه. خامس حاجه والاخيره دي نصيحه ليك يعني، افرح يا اسطى، يا اسطى افرح، افرح برمضان يا ابن الكئيبه. انزل كده صلي التراويح، خلصها روح العب ساعه كوره، خلصها روح اقعد مع اصحابك على القهوه وقعد بما يرضي الله. انت لو بتعمل حاجه وحشه انا ماليش دعوه بيك، فافرح كده يا اسطى، اخرها متر في متر يا عم. ولو بنت يعني، انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه في رمضان الحقيقه، بس يعني ما اعتقدش انك هتلعبوا حجز كوره، فيعني افرحي برضه بطريقتك يعني، فاهمه؟ استغل الشهر ده يا اسطى انك تتغير للاحسن. سيبك من ولاد نقول ايه، طب عيب يعني، ماشي سيبك من ولاد الوحشه اللي بيقولوا لك انت جاي تستشيخ في رمضان. قول لهم يا ولاد الوحشه في ايه، انا عايز استشيخ في رمضان، انا عايز استغل رمضان بان ابقى احسن. فبس كده. اتمنى حلقه تكون يعني حلوه، خفيفه، مفيده، جميله. كل حاجه حلوه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. في برنامج جديد انا بداته اللي هو من غير وش، واول حلقه دي مش اول حلقه قوي يعني، في حلقه احلى جايه، دي كانت تجريبيه يعني الاولى. فبس كده انا خلصت يا اخويا. اعمل لايك وسبسكرايب لو الحلقه عجبتك، لو لا قول لي تحت ليه في الكومنتات واحاول احسن باذن الله. كان معاك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم.